قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم قال حدثنا أبو غسان محمد بن طرف الليثي المدني ثقة قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد كان طفلا فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه لعله كان يحدث أحدهم أو شغل فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعوه إلى أمه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي لأنه لا يعلم الغيب فقال أبو أسيد فقال ابناه يا رسول الله يرجعناه قال ما اسمه قال فلان قال لا لكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر نعم الاسم ونعم المسمي والحديث متفق عليه قال النووي سبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر لأن ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم فيقال بكونه خلفا منه. أين الصوفية من مثل هذا الحديث؟ في عدة مواطن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله وهم يدعون أنه يعلم ذلك حتى قالوا فيه غلوا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والأدلة متواترة متوافرة في القرآن والسنة ويؤيده العقل الصحيح والواقع قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون لكن هؤلاء قوم ليسوا حول الأدلة الشرعية ولا عقيدة السلف وإنك لتعجب حين ترى بعضهم يتلمس أقوالا لبعض علماء السلف ربما هؤلاء قد زلوا في هذه المسألة بعينها وربما فهموا كلامهم على غير الفهم الصحيح ثم يعمدون إلى نصرة مذهبهم الباطل في الغلو بهذه الآثار وبهذه الأقوال. وليطمئن المسلم فإن أي قول يخالف الكتاب والسنة لا عبرة به ولا قيمة له ممن صدر كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر قالها مالك ورويت عنه وأخذت منه إقرارا من علماء المسلمين وأعلى منه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر ثم يستدل بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والغيظ الذي في قلوب أهل البدع على أهل السنة والجماعة هو بسبب هذا البيان يأتون بالشبهة ويجمعون الأقوال الكثيرة وينشرون فتأتي إلى عالم من علماء السنة يهدمها بكلمة أو ربما ببعض ذلك ربما تقول له لا يصح فيأخذ بها من أراد الله له الخير وربما تقول له هذه أحاديث ضعيفة مكذوبة فيستفيدها من أراد الله له الخير. فما أعظم أثر علماء السنة على الناس وما أسوأ أثر الناس على علماء السنة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. علماء السنة نصحاء والله لو أرادوا الدنيا لجاملوا نجامل الأخوان وإذا بهم يصبون علينا من جمعياتهم ومن أموالهم وينتحلون معهم ونجامل السرورية وإذا بهم يعظمون شأننا وأننا نفقه الواقع وأننا أهل الخبرة والأسانيد والشان ونجامل الصوفية والتبليغ والرافضة وسيثنون علينا أننا من أصحاب الاعتدال وأصحاب الفهم الصحيح. لكن لما كان الشأن البيان تنكر الجميع لهذه الدعوة وتاره يرمون أهلها ويرمونها بالتكفير وتاره يجلبون عليها بخيلهم ورجلهم. والحمد لله الذي يحفظ أولياءه ويدفع عنهم مكر أعدائه في كل زمن وحين.